النسخة هذه الثالثة اللي يستضيفها جيش البحر في الفترة المتراوحة بين 4 و15 نوفمبر 2024، وهي النسخة 19 من تمرين متعدد الأطراف فينيكس إكسبريس. يشارك 1100 عسكري وملاحظ وخبير، وكذلك 9 بواخر عسكرية ل 12 دولة من إفريقيا، شمال إفريقيا، أوروبا، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وتونس. الهدف منها هي تعزيز ودعم التعاون والتنسيق بين طواقم البحريات للدول المشاركة، وكذلك تدريب الأفراد على أولا التنسيق، تبادل المعلومات الحيني، وهذا نأكد عليه برشا، وفيما يخص تطوير المهارات، وذلك للتصدي للأعمال الغير مشروعة بالبحر. كما تعرفوا أهمها الهجرة غير الشرعية بالطبيعة، وأهم من ذلك هي مقاومة تهريب أسلحة وكذلك المخدرات. هذا الهدف منه الأساسي والأول هو بعث مناخ من الاستقرار والأمن في حوض البحر الأبيض المتوسط. التمارين اللي أضفناها في النسخة هذه مختلفة على التمارين الأخرى، وهذه باش نقولوا باش نعزوا أكثر المهام بتاعنا في البحر المتوسط ومهام الدول المشاركة عبر بعث مشهد عملياتي كامل. هذا السبب اللي أضفنا تمرين بحري فيما يخص الاستطلاع البحري. كذلك في ورشات العمل ودروس النظرية والتطبيقية أضفنا محاور أخرى اللي هي تتمثل في الإسناد الصحي والمساعفة، التقنيات في الغوص، كذلك مقاومة الأسلحة البيولوجية والكيميائية، دروس نظرية وتطبيقية في القوانين المنظمة للأعمال والنشاطات بالبحر، وأهم من ذلك تدخل الدولة بالبحر. Phoenix Express is the 19th edition of a multinational exercise in which we bring together 12 countries in order to foster inter-regional cooperability and partnerships. We've created a robust set of scenarios between the countries that were planned in 3 planning conferences: an initial planning conference, a main planning conference, and a final planning conference leading up to this execution phase of the exercise, in which each country has introduced the scenarios they wish to practice to come together as a multinational organization.